طبعا العربيه دخول بصمه، بتفتح بس مش ضم، بتفتح طبعا برضو زي ما قلت لكم بصمه. نقعد جوه العربيه. العربيه من جوه بتتميز بصراحه، بالذات العربيه دي اول ما نزلت لغايه دلوقتي بالشياكه. يعني ايه الشياكه؟ يعني هتبص هنا هتلاقي علامه اوتاره الرينو في النص، فيها مالتي فانكشن. بتميز هنا الشاشه العدادات في مستوى رؤيتك، انت مش متضايق. يعني نفترض ان انا حتى نزلت دي برضه شايف العدادات تمام. طبعا الاطار تلسكوبيك تمام. هنا دوت بيفتح الكبوت ورا، هبقى فيها تاني. دوت هنا فتحه البنزين، دوت سخانات الطاره، وده يمكن اوبشن ما بنحتاجوش قوي في مصر هنا. ودوت مستوى الاضاءه، قوتها بتاعت العدادات. الباب طبعا الاربع ازاز كلهم وان تاتش، ودي ميزه قويه جدا. انا حتى هحاول اجرب لكم نشغل العربيه سوا. الازاز كله تاتش، الاربع نواحي، وفي نفس الوقت فيها ضم مرايات كهرباء وفتح كهرباء تمام. صوت الموتور مش انعم حاجه. صوت الموتور انتوا حاسينه ان صوت الموتور بتاعها خشن شويه، بس لغايه ما تهدى. معظم الفرنساوي كده لحد ما الموتور بيهدى، وبعد كده هتلاقي الموتور دلوقتي هدي خالص خالص. نيجي للشاشه، ودي يمكن الحاجه اللي تميز العربيه، هي الشاشه الوسطيه الكبيره جدا اللي فيها كل المعلومات اللي انت عايزها. سمعنا زي ما سمعنا صوت الموتور هدي خالص تقريبا. بيقول لك هنا شيك تاير بريس وباتري تشارجنج. ميزتها ان فيها كمبيوترات كتير. يعني ايه؟ فيها سنسور عجل، او سنسور يقول لك انت العجل عندك ايه ظروفه. طبعا الطاره بصوا ناعمه جدا، فرق شاسع بينها وبين عربيات كتيره في الفئه. الشاشه التاتش بتاعتها، ده الهوم، الراديو، بس هو غالبا يعني مش هيبقى احسن حاجه راديو. ده التكييف، التكييف بتاع العربيه. طبعا يا جماعه برضه عشان بس الناس عارفه، التكييف بتاع العربيه يعني انا من وجهه نظري ما بحبش الفرنساوي، خصوصا في الرينو التكييف بتاعهم مش اقوى حاجه يعني في الفئه. ده قفلت السنسور بتاع الاضاءه، او انا اسف الركن. ديت فيها ان هو بيمشيك على اللان اسيست زي ما شفنا هنا. انا كده قفلته، انا كده شغلته اللان اسيست. طبعا ده بيظهر اكتر في الطريق. فيها سخانات كراسي زي ما قلت لك. هنا بقدر ان انا ارجع اتحكم في الشاشه، اشوف العربيه. فيها نظام النافيجيشن سيستم من هنا، النافيجيشن سيستم 3 دي او غيرها تمام. بتدخل مكان، بتسافي الهوم بتاعك زي تمام معظم الحاجات اللي في الفئه دي يعني. هنا التحكم في التكييف، اتحكم في درجه المروحه بتاعته، وكده بطفيه خالص يعني. قفلت التكييف خالص تمام. برضه من ضمن الحاجات اللي عايز اتكلم فيها في العربيه، وهي ان العربيه بصراحه مريحه تمام. ديت مكان للتخزين، كاب هولدر، طفايه طبعا دي موجوده في كله. يعني انت لو عايز تشيل دي خالص تقفل الباب لحد الاخر از يو لايك يعني. موضوع في الاخر راجع لك. فيها نظام الاوتو هولد، انا كده شغلته. لو فضلت دايس كده قفلت الاوتو هولد، ده بينفعك اكتر وانت ماشي على الطريق. طبعا نيجي للخامات. الخامات كلها رابر، ودي ميزه. حتى الابواب كلها رابر، وده بصراحه اكتر حاجه معانا. بس الحته دي هي اللي بلاستيك، وبلاستيك رديء شويه يعني، بص بيتحرك معاه. بس غير كده الباب كله جلد، يا اما كله رابر، ودي ميزه موجوده في العربيه ما اقدرش ان انا ابخس حقها تمام. ده برده فاهم اليد الكهرباء بتاعتها. بس اليد الوسطي طبعا مش زيه زي غيره يعني، جلد مفيش فيه اي حاجه. بص بقى انتوا من بره على الكهرباء. احاول افتح لكم فتحه السقف، لو تبص عليها من فوق زي ما قلت لكم بتفتح لحد ورا خالص، وبتسلم الازاز التاني. ده كده نص الازاز. انا كده هقفل الازاز خالص، لان برضه الازاز من جوه عندي بدرجات. وبعد كده بتقوم قافل مانيوال بايدك الشماسه. ده كان بالنسبه تقريبا لكل حاجه في العربيه. دي شكل العربيه من جوه. الفئه اللي معانا دي زي ما قلت لكم الفئه الثانيه اوتوماتيك. الى حد ما من اول الفئه الثانيه بتبدا الخامات تبقى احسن شويه. اول فئه للاسف بتبقى كلها تقريبا بلاستيك. الفئه الثانيه بقت احسن شويه. للاسف برضو الشاشه زي ما هي مش تاتش، الشاشه عاديه جدا. كنت اتمنى لو كانت الفئه دي بقت تاتش، كانت هتفرق كتير جدا. الشاشه بتاعتها تدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي، خصوصا ان احنا دلوقتي بنتكلم ان كل المنافسين بتوعها تقريبا بيدعموا الاوبشن ده. يعني معظم دلوقتي المنافسين اللي في نفس الفئه السعريه بيدعموا الاندرويد اوتو والابل كار بلاي.
حتى الشاشه هنا الشاشه الانالوج، يعني مش الشاشه الديجيتال اللي موجوده في الفئات الاعلى. طبعا العربيه الفتيس بتاعها اوتوماتيك سي في تي، عربيه فيها نظام السبورت مود ومش هتحتاجه قوي عشان برضو الصراحه اداء العربيه يعني مش مبهر قوي بالنسبه للمنافسين، خصوصا عربيه زي الاوكتافيا الجديده. فيها نظام التراكشن كنترول، فرامل يد عاديه مش كهرباء، مسند اليد يعني خامته سوفت تاتش بس مش جلد، كنت اتمنى لو كان جلد، سوري. وفي جوه هنا مخرج 12 فولت، والى حد ما المساحه يعني مش اكبر حاجه بس مقبوله. واكتر حاجه عجباني في الفئه دي الصراحه عن الفئه اللي فاتت هي الخامات، ان السوفت تاتش في كل حته. عربيه بص كلها سوفت تاتش، درج التابلو، طبعا كتالوج العربيه. العربيه المفروض يعني فيها بلوتوث، وطبعا فيها هنا المفروض فويس كوماند، بس غالبا يعني مش هتلاقيه شغال في الفئه دي عشان ما بيشتغلش غير مع الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. يعني من الاخر ممكن الزرار ده تلاقيه عيره برضو عن التجربه، والكلام ده برضو من كلام ناس ملاك، الناس اللي خدوها قالوا ان الزرار ده مش شغال غير في الفئات اللي فيها الشاشه تاتش، غير كده للاسف الزرار بتاع الفويس كوماند مش شغال. ده التحكم الصوتي والتحكم في الراديو والبلوتوث، ده نفس الكلام بقيه التحكمات. ده شكل الطاره، طبعا التكييف بتاعها مفروض يعني اوتوماتيك. انا برضو بالنسبه للاسعار هسيبها لكم. العربيه فيها سنسور ضوء. احلى حاجه عموما في التويوتا هتقابلها وهي الامان، ان الامان بتاع العربيه دي كويس جدا. مرايه ذاتيه التعتيم، طبعا دي الاضواء الداخليه، المفروض الاضاءات اهي، وهالوجين عاديه مش ليد. الشماسه، طبعا الشماسه فيها مرايه بس من غير اضاءه. طبعا هنا مرايه كهرباء والتحكم فيها بيبقى كهرباء زي ما احنا شايفين من هنا. ده لوك الابواب، ده الازاز كله اوتوماتيك، ودي صراحه حاجه عجباني جدا يعني. بس في الاخر يعني قدام اوبشنز كتيره ناقصه، انا شايف ان ده يعتبر اوبشن ضعيف قدام امكانيات كتيره جدا ناقصه في العربيه. ده زرار التحكم في ارتفاع الاضواء الاماميه، موتور بتاع التحكم في الارتفاع بتاع الاضواء. يعني تقريبا ده كل حاجه موجوده قدام. العربيه الديزاين بتاعها شيك، بس كنت اتمنى لو كان اتضاف شويه اوبشنز زياده. برضو من ضمن الحاجات اللي مش عاجباني العربيه الفئه الثانيه ما فيهاش فتحه سقف. السقف زي ما انتم شايفين عادي جدا، ما فيهوش لا فتحه سقف كهرباء ولا حتى بانوراما. نرجع كده نشوف العربيه من ورا. من ضمن الحاجات برضو اللي بتميز التويوتا هي المساحات. يعني انا قدام مستريح جدا ومرجع الكرسي لحد تقريبا الاخر، وفي نفس الوقت انا لسه يعني قدامي مساحه على الرغم ان انا طولي 185 سم. طبعا استحاله حد يقعد كده، يعني استحاله حد يبقى قاعد قدام المساحه دي كلها، فالكرسي اللي قدام ده لازم طبعا يطلع قدام، وانا هنا هلاقي مساحه اكبر. الكنبه تكفي 3 ولا لا؟ يعني تعال نجرب. انا قاعد في النص اهو، بس زي ما قلت لك ان الظهر راجع جامد، لكن كقعده انا مستريح. يعني الظهر ده لو طلع قدام شويه، ونفس الكلام الناحيه دي هتبقى قاعد مستريح، والكنبه تاخد هنا عندي مكان لواحد، وعندي الناحيه التانيه نفس الكلام مكان لواحد تاني. فالعربيه مريحه جدا ما فيهاش اي مشاكل. ده الشكل بتاع التصميم من ورا، الشكل كامل. الخامات بتاعه الابواب هنا سوفت تاتش كويس جدا. الابواب طبعا كلها بلاستيك زي معظم العربيات في نفس الفئه السعريه، ما تنتظرش منها كتير. ده مكان الايزوفيكس بتاع كراسي الاطفال. الكراسي طبعا قماش مش جلد، بس فيها نظام شكل الدايموند عشان يدي شكل يعني جمالي للعربيه. تقريبا ده كل حاجه بالنسبه لداخليه العربيه. طب نفتح كده الشنطه نبص عليها.
طبعا الشنطه هنا مساحتها كبيره جدا لاي حد عايز يحط يسافر او يحط يعني شنط كتير للسفر. العربيه كويسه جدا وهتبقى واسعه معاك. طبعا المفروض هنا يبقى فيه الاستبن، والاستبن طبعا نازل جنود مع كامل العده بتاعت العربيه، كوريك او اي عده انت محتاجها لتغيير الكاوتش طبعا في حال اي حاجه اللي حصلت للكاوتش لا قدر الله. طبعا الكاميرا برضو ما فيهاش طبعا كاميرا خلفيه، وبرضو ما فيهاش سنسور خلفي. ده مكان طبعا السبويلر، مش عارف هيبقى باين معاك ولا لا، بس ده المفروض بينور مع الفرامل. والاريال مدمج في الازاز الخلفي، فالعربيه مش هتلاقي فيها لا اريال عادي ولا شارك.